كادر تصوير المسلسل قرر إنه يتصل على حفيد الفنانة هدى بعد ما عجزوا إنه يوصلون إلها. بالتالي الحفيد استغرب لأنه مو من عادتها إنه هي ما تجاوب أو تتأخر على كادر التصوير، فقرر بوقتها إنه يروح للشقة. ظل يدق باب الشقة هواية وما حد جاوب أو فتح الباب. قرر إنه يستخدم المفتاح الاحتياطي ويفوت للشقة، وأول ما فات حس إن الجو غريب. ومن بدأ يستكشف أكثر شاف منظر عمره وحياته ما راح ينساه. إذا أول مرة تشوفني فأني كارما، وأهلا بيكم في كارما شو. أول شي شلونكم؟ شو أخباركم؟ سوري على الانقطاع لمدة أسبوع، بالأخير راح أسولف لكم. شوفوا، احنا ما راح نحكي بهذا الفيديو عن قصة حياة الفنانة هدى الشعراوي، احنا حنحكي بس على الجريمة. وأعرف بهذا الفيديو يعني الأغلب يمكن راح يهاجمني، لكن ما مهتم، لأنه راح أحكي وجهة نظر محايدة من وجهة نظر شخص محايد يباوع للطرفين. المهم أريدكم أنتم تشدون حالكم لايكات واشتراكات وتنشرون الفيديو إلى أكثر عدد من الناس، وجهزوا نفسكم لأن راح نسرد أحدث جريمة صارت الفنانة عربية. مثل ما قلت لكم بالبداية إنه كادر التصوير قرر إنه يتصل على حفيد الفنانة هدى، لأنه هي علاقتها ويا أحفادها كلش قوية، بحيث حتى إنه من قالوا له إنه الفنانة هدى ما طلعت استغرب، لأنه هي متعارف عليها إنه أول وحدة توصل لللوكيشن وتخلص شغلها بسرعة وتروح. المهم فقرر بوقتها الحفيد إنه يروح للشقة مال بيبيته، وبيبيته هي ما ساكنة وحدها، هي ساكنة ويا مدبرة منزل. وطبعا أكو ناس تستخدم كلمة خدامة، وجز هذا عيب، ما يصير نقول كلمة خدامة، خلقيا وأدبيا ما يصير نقول هذا الشيء، فرجاء نحافظ على ألفاظنا ونقول أما مدبرة منزل أو مساعدة المنزل. المهم فكانت عايشة هي ومدبرة المنزل مالتها، فبوقتها راح للشقة، ظل يدق الباب بس ما حد جاوب. هذا الشيء اللي خلى إنه الفضول عنده يزيد، يريد يعرف زين ليش ما حد يجاوب. زين أوكي، إذا هي ما موجودة فالمفروض مدبرة المنزل اللي هي موجودة، والمدبرة اسمها فيكي، فلا فيكي ولا هدى جاي يجاوبون. فقرر إنه يستخدم المفتاح الاحتياطي اللي هم ضاميه. فمن استخدم المفتاح ودخل الشقة، أول شي شاف الشقة يعني وضعها طبيعي، يعني أكو شوية خربطة بس مو خربطة اللي تثير الشك. بس من بدأ يمشي شوية شوية بالشقة بدأ يشم ريحة غريبة. هاي الريحة الغريبة كانت ريحة حريق، لكن قدر إنه يتعرف على مصدر هذا الحريق ويخمده. زين هو أول فكرة جت بباله إنه شلون تصير هاي الشعلة مال النار وهذا مصدر الحريق طلع وهم ما موجودين بالبيت، المفروض يكونون ينتبهون. فهو كان شايل هاي التساؤلات بباله، إنه يريد يعرف شنو هذا الإهمال اللي إجا من بيبيته ومن فيكي. بس أثناء ما بدأ يبحث عن بيبيته اللي هي هدى، راح للغرفة مالتها على مود يطمن عليها، لأنه من راح لغرفة فيكي ما لقاها، فقرر إنه يروح لغرفة بيبيته. فأول ما دخل شاف بيبيته نايمة، فقرر إنه يتصل ويبلغهم إنه لا هي موجودة بس اللهم هي نايمة. لكن أكو شيء كان غريب، شاف بيبيته ساكنة زيادة عن اللزوم، بمعنى ما جاي تتحرك. هسه المتعارف إنه يقول لك هسه المتعارف إنه واحد من ينام بطنه بسبب التنفس تصعد وتنزل، أو نشوف صدره يصعد وينزل يعني بسبب التنفس، حركة الشهيق والزفير، بس حتى الشهيق والزفير مالتها ما كان يطلع. هذا الشيء اللي أثار استغرابه، فقرر إنه يتقرب ويشوف بيبيته. يقول جاي دا أطمن عليها، لكن من وخرت الغطاء من على وجهها شاف إنه نص وجهها متهشم. بسبب بشاعة المنظر اللي شافه طلع من الشقة ووقف يم الباب واتصل على أخوه الكبير على مود يجي ويساعده. ومن إجا أخوه الكبير وفاتوا اثنيناتهم وشافوا نفس المنظر، طلعوا اثنيناتهم يم باب الشقة
واتصلوا على الشرطة. من اجوا الشرطة راح نبدي نسرد ونشوف شنو اللي كان موجود بمسرح الجريمة. أول شي من اجوا الشرطة حلوا مسرح الجريمة. مسرح الجريمة كان ما بي شي مثير للشك، اللهم بس موضوع الحريق اللي هو كان الشرطة من ظلوا يبحثون بيه قدروا يتأكدون انه هذا الحريق كان مفتعل، بمعنى انه اكو شخص جاي يحاول يخفي في الدليل معين او جاي يحاول يخفي هاي الجريمة، لكن الحريق اتلاحق عليه. طبعا هاي الاحداث كانت الساعة بالسبعة او بثمانية الصبح، ومن ظلوا يبحثون بالشقة اتأكدوا انه ماكو شي مسروق، فهنا لا المجوهرات ولا الفلوس مسروقة، أي بمعنى اللي سوى هاي الجريمة هو مو بغرض إنه يبوق، لا، لغرض ثاني. وسلاح الجريمة إذا جاي تتسألون إنه هو شنو، هو الإيد مال الهاون. الهاون هي أداة يطحنون بها كانت البهارات، مثلا إنه يبصر الإصحاح، الفلفل الأسود الإصحاح، أي شيء يجيبون البهارات اللي شلون يجيبوها صحاح اللي هي بعدها ما صايرة، اللي بعدها تكون ما صايرة تراب أو بعدها ما صايرة ناعمة، يجيبوها ويطحنوها وفتصير كلش ناعمة. وهذا يكون طبعا من النحاس يسوونه أو يكون من معادن ثقيلة. أكو هسه إصدارات حديثة يسووها من السيراميك وهاي، بس هذا ما يمشي الحال. طبعا احنا واحدة من الناس انه احنا ببيتي من امها متوارثة هذا الهاون، واحنا الى الان عندنا هذا الهاون، فحرفيا اقول لكم كلش ثقيل. يعني انا البارحة من دا ادي الفيديو دا اشوف شلون كان ثقيل، يعني قلت يعني موضوع كلش قوي. فبعدين من تشوفون انه كان سلاح الجريمة هي اليد مال هاون، راح نجي نلاحظ شغلة مهمة. لو كان الجاني يريد يتخلص من الضحية بسرعة كان طعنها بقلبها، طعنة طعنتين بالزايد، لكن اللي سوى هاي الجريمة هو شخص ضايج منها أو كارهها. بس الفنانة هدى كانت معروفة أنه ما عندها عداوات بالوسط الفني وما عندها واحد يكرهها، فبيجي حالة الشرطة بدأوا يحتارون أكثر. بس الشرطة ظلوا يسألون سؤال واحد، هي فيكي وينها؟ من اتصلوا على تليفون فيكي ما كانت تجاوب. هذا الشيء اللي أثار استغرابهم، فقرر بوقتها الشرطة إنه يسوون مسح الكاميرات المراقبة الموجودة بالحي. وبالفعل أثناء المسح لقوا إنه فيكي طلعت من الباب الخلفي أو باب الدرابزين، اللي هو يكون باب مو رئيسي، باب ثانوي تقدر تطلع منه من البيت، وخلنا نسمي الباب الخلفي. هي طلعت من هذا الباب وهي تركض، بس ما كان مبين اكو واحد دا يركض وراها او واحد جاي يهددها او واحد جاي يبتزها، وركضتها كانت تدل نوعا ما على انه هي تريد تهرب من شيء او تهرب من فعله هي سوتها. الشرطة اجابالهم سيناريو معين، الا وهو اذا فيكي مو هي اللي سوت هاي الجريمة فهي على الاقل تعرف من سوى هاي الجريمة او الدافع اللي خلى هذا الشخص يسوي هذا الجريمة. بالتالي الشرطة عمموا صورة لفيكي ونشروها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القنوات الإخبارية، وسرعان ما بلغوا الناس عن شافوا وحدة تشبه فيكي، لكن كانت إنه مو هي فيكي إنما وحدة من ذوي البشرة السوداء. لكن اتصال معين يوصل من حي تشرين، الواحد يشتغل بمحل مال منظفات، قال إنه اللي قتلت الفنانة هدى هي موجودة يمي بالمحل. ذكر صاحب المحل إنه هي طلبت منه يوديها للمستشفى لأنه هي كانت كلش مريضة، وبالفعل فيكي كانت كلش مريضة وحرفيا كانت تعبانة. فمن طلبت منه هذا الشيء قرر إنه يتصل على الشرطة بعد ما تأكد من هويتها، وبالفعل من اجوا الشرطة ألقوا القبض عليها وأخذوها المركز الشرطة. ومنها رح نبدي نعرف هل هي ارتكبت هاي الجريمة لو لا. أثناء التحقيق وياها ما كانت متعاونة، وكانوا من يسألوها هي ما تجاوب، وكانت تقول مو أنا اللي سويت هاي الجريمة. لكن بعد الضغط عليها قررت إنه تعترف إنه هي اللي سوت هاي الجريمة. ليش وشلون ما حد يعرف، لكن بعد ما ضغطوا هم عليها بالتحقيق أكثر
ذكرت شيء غريب. قالت إنه هي بالبداية المدام كانت تحاول تسممني، لكن أني سويت هذا الشيء كان دفاعا عن نفسي، لأنه هي رادت تسممني وتموتني، فلذلك أني سويت بها هذا الشيء. شوفوا، بغض النظر عن إنه هي اللي قالته صح أو غلط، فماكو جريمة تبرر الجريمة. يعني إذا حاولت تسممني أني ما أروح رأسا أقتلها، لا، أروح أبلغ على الشرطة وأتحفظ على الشيء أو الأكل أو الشرب اللي رادت تسممني به، أتحفظ به وأدز للشرطة وأبلغ عليها الشرطة. هذا المفروض يصير، مو أروح أقتلها. فانغلق التحقيق بشكل عام ويا فيكي، وفيكي ما نعرف شنو حيكون مصيرها، يا أما تترحل لبلدها أو يا أما تنسجن، وإحنا هسه عرفنا منو قاتل هدى. لكن أريد شوية وياكم نبدي نفكر بشيء. أول شيء، هل هي الفنانة هدى اتسببت بمقتل نفسها؟ شوف، هذا السؤال اجى ببالي أول ما كنت دا أجمع الحوارات الجاية تصير وبشكل عام التحقيقات اللي وردت. تأكدت من شغلة مهمة، ألا وهي إنه فنانة هدى كانت عصبية. ما لكم علاقة باللي يقولكم إن إحنا ما نعرف حياة الفنان شنو، وإنه إذا أكيد هو حباب وين الناس هو ضروري يكون حباب البيت. ما نعرف هذا الشيء. كنا وعدنا أفراد من أهلنا يكونون طيبين برا، ويكونون يعني إنهم مو خوش ناس ويانا. كنا ماكو حدا استثناء من هاي القاعدة، أو نعرف واحد من العشيرة أو واحد من العائلة بهاي الطبيعة. وثاني شيء، الفنانة هدى مبدلة 13 مدبرة منزل. أول شيء هذا الرقم غريب، يعني أنت من بين 13 وحدة ماكو شات وحدة زينة؟ هذا الشيء يثير تساؤلات، إنه ما معقولة من 13 وحدة هي زينة. وحتى هي ذكرت إنه بمرة من المرات كانت واحدة من مدبرات المنزل انصدمت إنه هي تحكي عربي، تقول يعني صار 8 أشهر وياها وبالأخير انصدمت إنه هي تحكي عربي. سوري، نسيت أقول لكم شغلة، إنه كانت فيكي كانت كاتبة رسالة وحاطتها بالشقة، كان مفادها إنه هي مريضة وترجع بعد لبلدها وتريد تسافر. هاي الملاحظة اللي كانت موجودة، وهذا الشيء اللي انكشف عن الرسالة، إنه مو كل فحوى الرسالة انكشف عنها من قبل مركز الشرطة. المهم، الشغلة الثالثة أريدكم تحطوها ببالكم، إنه سوري واحد يحكي حق، إنه مدبرات المنزل من يجون الدول بلاد الشام أو خلينا نقول للوطن العربي يشوفون نوع من أنواع الويل والتعذيب. يعني حتى لو خلينا نقول هذا الشيء ما يصير، لا، هذا الشيء يصير وبنسبة يعني 50%. وإذا تردون تتأكدون من كلامي، أكو إعلامي اسمه مالك مكتبي مسوي كم لقاءات ويا مدبرات منزل أو أشخاص ذوي بشرة سوداء، إنه يشوفون شلون يتعاملون الناس وياهم بتمييز عنصري، وإنه شلون هم وحشيين وياهم. على الصعيد الثاني اكو ناس كلش يعني تعاملهم حلو وياهم. احنا هنا جايين نحكي على حالة قضية الفنانة هدى، فبالتالي انه هاي التصرفات اللي تصير في شيء اكيد انه كانت تطلع من الفنانة هدى، هي الله يرحمها، لكن واحد هم يكون موضوعي. والشيء الثاني انه خلينا نكون واقعيين، انه بلقاءاتها تقول انه ما يعرفون ينظفون، ما يعرفون حتى ياكلون. سرع الكلمة، انت شايفة فيديوهات الجنوب افريقيا، وللأسف هذا الشيء المغلوط عليهم، يعني بسبب الجهل وبسبب انه احنا ما نبحث عبالهم انه حياتهم وسخة وانه بعدهم in the jungles. لا، شوف فيديوهات الجنوب افريقيا، اوغندا، غينيا، ترى الناس تعرف تنظف والناس نظيفين، واكبر دليل على نظافتهم شوف سنونهم، يعني ما شاء الله لولي. ليش؟ لانه نظيفين. ما لك علاقة باللي يقول لك ما يعرفون ينظفون وما يعرفون حتى شنو النظافة الشخصية، هذا غلط. فأنت اليوم من تجي تقول باللقاءات إنه ما يعرفون ينظفون، وحتى فيديوهات كان مصورها شخص إنه تقول هاي كل شي تاكل، وإذا ما لقيت في اليوم أكل تاكلني. This one you like? You like? I like كل شيء. وهتفكر بتقول لا إذا جاعل يوم من الأيام تأكلني. This is right or no? ما شاء الله. Say no, say no. عندها قابلية غريبة للأكل. كل يوم أي يوم لا إلا ربطة خبز. Julia is beautiful, cute. I'll أي do it. Try this. I'll سوريا حلوة وكيوت. ترى هذا التنمر هو اللي يأثر على حياة الشخص.
ترى لا تقنعوني إنه هذا التنمر والحكي الزايد ما يأثر على نفسية الشخص. وحطوا ببالكم إنه هاي مدبرات المنزل تكون جاية من بيئة صعبة أو ظروف صعبة، تكون عايفة يا أما زوجها أو أطفالها أو أمها أو أختها الصغيرة، فهي متأذية نفسيا وهي تاركة هم ورايحة على بلد ما تعرف لغته، ما تعرف عاداته، ما تعرف هم تقاليده. فحطوا ببالكم هاي النقاط. أنا مو ضد الفنانة هدى، لا، أنا ويا الموضوعية، وأنا من دا أقرأ ودا أبحث بالموضوع شفت إنه هي تتنمر نوعا ما على المدبرات المنزل مالتها، وهذا الشيء أنا ما أحبه. التنمر بشكل عام ما أحبه. فيكي ما أقول هي مو غلطانة، هي غلطانة. شوفوا، أكو كمان بعد حكي أريد أقوله بس ما أريد إنه يكرهون الناس أكثر. بس أكو مسلسل اسمه سجن النساء طلعت بيه تمثل الفنانة روبي، فروبي مثلت دور المدبرة المنزل، فشقد وكانت تتعرض للتنمر من بنية كانت تشتغل وياها، قررت إنه تحرقها وراحت إعدام. فأنتوا تخيلوا كمية التنمر شو تسوي. فلا يقول لكم إنه التنمر ما يأذي أو الحكاية هاي ما تأذي. أنا اليوم إذا واحد عاط علي أني أظل حاقد عليه، هاي أنا دا أحكي لكم عني ككرم شخصيا. أو واحد إذا مثلا أذاني بحكاية أظل حاقد عليه مع إنه هو الحقد شيء غلط، لكن أنا بشر بالأخير، فبالتالي أنا مستحيل أنسى إساءة. فما بالكم هي هاي كانت يمكن تعرف عربي. عموما أنا ما أحكي زايد بخصوص هاي القضية، هي الله يرحمها ويا ربي يعني فيكي تنال الجزاء العادل. احنا إلى الآن ما نعرف شنو السبب لهاي الجريمة، بس كنا نقدر نقوله أني هاي تكهناتي الشخصية. بس احنا بعد خلصنا من هاي القضية، خلصنا من هاي السوالف. شوفوا، أنا مريت بأسبوع صعب، تعبت نفسيا وجهدت ذهنيا، بحيث ما كنت أقدر أنام ببساطة. كان يصير عندي هذا وجع البطن مال المقابلات 24 ساعة، وحتى ما قدرت أصور. فلذلك السبب أنا ما قدرت يعني إنه أصور. إلا أني يعني للأمانة يعني هاكم أنا أصلا يعني محضر وعلى أساس راح أصورها، لكن للأسف ما قدرت، فآسف. واحتمال أنقطع بعد أسبوع، بس بعد ما أعرف، لأنه أريد وقت لنفسي وعندي وقت حساس راح يجي، فأريد أني أنقطع أسبوع. واحتمال ما أنقطع، يعني احتمال بس أنشر الحلقة وبس. فبعد ما أعرف للأمانة نظام السرد مال القصص راح يصير كأنه أنا جاي أسولفها لكم، لأنه هاي طريقة السرد أريح لي، وبنفس الوقت دا أشوف عليها تفاعل كلش حلو. فانتوا كتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا أنت مهتم بقصص الرعب ونظريات المؤامرة كل شيء غريب، فأنت المكان الصح. تأكد تسوي لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، وانتظر كل ليلة خميس فيديو جديد. تصبحنا على ألف خير ومع السلامة.